الطريقه ديال الغسيل ديال الدجاج، كنغسلو الدجاج مزيان، كنقيوه ومن بعد كنرقدوه في الحامض الملحه. الحامض كنديرها بالقشور ديالها، كنطحنها في مونينيكس حتى كطحن مزيان وكنكبها على الماء. كندير الملحه والحامض وكنخليهم رقادو تقريبا واحد ساعه ديال المكانه. هكا كيكون عندكم الدجاج زوين وبنين، ما كتكونش فيه زفوريه. طريقه ديال الدجاج محمر الا بغيتوه يكون بنين وزوين بزاف، ضروري تبيتوه في الترموله. يبات في الترموله، تغسلوه مزيان وتخلوه يترقد. تغسلوه مزيان وتخلوه هذا يستقطر. سيري تخلوه يستقطر مزيان من الماء، عاد ديروه في الترموله ديالو. هنا الترموله ديالو فيه البزار، فيه السكنجبير، فيه الخرقوم، فيه الثومه، فيه الحامض، فيه هذا شويه ديال الزعفران، فيه شويه ديال هذا، فيه شويه ديال السمن الحار. وطحنت كل شيء ودرتو هكا في مع الدجاج. ضروري الا بغيتو الدجاج يكون بنين والربيع، ضروري تبيتوه في الترموله ديالو. هنا من بعد ما هذا غادي نخليه حتى للصباح، عاد غادي نطيبو. يلا السلام عليكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله في قناتي وقناتكم مطبخ رشيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم طريقه ديال التحمار ديال الدجاج. هنا راه بيتو مشرمل بالعطريه ديالو، البزار، السكنجبير، الخرقوم، العطريه ديال الدجاج، الثومه، هذا داك الزعفران ديال كنور ديال الزعفران، وشويه ديال الزعفران، شويه ديال السمن الحار، وحامضه وجوج حامضات مصيرين قطعتهم وطحنتهم مزيان في مونينيكس. والثومه حتى هي طحنتها في مونينيكس. طحنت كل شيء في مونينيكس مزيان، طحنته مزيان. عاد درتو في هذا الدجاج، بات في الترموله حتى الصباح. دابا ان شاء الله غادي نطيبو. هنا ديك المرقه اللي شاطت ديال فاش شرملت الدجاج درتها وزدت عليها 3 البصلات، قطعتهم وطحنتهم. ترجعوا على هذا الشكل هكا. دابا غندير الدجاج اللي بايت مشرمل، غنديرو في هاد العطريه هادي. هنا الدجاج راه عقدتو، ماشي عقدتو، غير دخلتو هكا. شفتوا؟ غادي نقلبو على هاد الجهه هكا. مازال ما درت الزيت، غادي نخليه حتى يغلى. عاد كنديرو زيت العود، حيت انا بديت فيه وقلت ضروري نشارك معكم الطريقه ديال هذا الطياب ديال الدجاج ديال التحمار ديال العراسات ديال المناسبات. غادي نقادو ونرجع معكم. هنا غنديرو يطيب، غنزيد ليه قرفه عواد، غنزيد ليه قرفه عواد حتى كيبدا يغلى. غيبدا يطيب، غندير فيه شويه زيت، غندير فيه زيت العود، وغنزيد فيه شويه ديال السمن الحار، غنزيد فيه شويه السمن الحار، شويه، وغادي ندير فيه هذا زعفران شعره. غندير فيه الزعفران شعره، كيجي فيه زوين ويعطي واحد النسمه وواحد اللون زوين.
هنا غندير فيه واحد الربطه ديال القزبور ومعدنوس، غادي نديرها غير هكا في الجنب، وغادي ندير فيه واحد ورقه سيدنا موسى. هنا غندير فيه ورقه سيدنا موسى. دابا غادي نردو يطيب ونرجع معكم. هنا ضروري تغطوه بالماء، ضروري الدجاج يكون مغطي بالماء باش يطيب لكم مزيان. شفتي يكون الماء على هاد الطريقه، وقلبوا على الصدر ديالو، حيت الصدر ديالو هو اللي كيبغي الطياب مزيان. بعد ما غلى الدجاج مزيان غادي نزيد ليه زيت العود، ضروري تخليوه حتى كيغلى مزيان، عاد كنخوي عليه زيت العود بهذه الطريقه هكا. صافي غادي نسد عليه يطيب مزيان ونرجع معاه. هنا الدجاج راه كيطيب باقي، نغطيو عليه يطيب مزيان ونرجع معاكم. هنا من بعد ما طاب الدجاج غادي نحيدو، راه طاب، ضروري تخلو الدجاج يطيب مزيان. غادي نحيدو يتسكر ونرجع معاكم. هنا من بعد ما طاب الدجاج حيدتو يتسكر، غادي ندير دابا البصله. هنا هاد المرقه راه ديال الدجاج صفيتها، نسيت ما وريتها معكم، صفيتها هو الاول بالصفايه، عاد خويت عليها البصله قطعتها على هاد الشكل هكا صغيره، قطعتها صغيره، غادي نخليها تعسل. هنا عندي القشاوش تاع الدجاج، الكانصه ولا العنب اللي درتهم المرقه ديال الدجاج، خويت عليهم ديك المرقه ديال الدجاج وخليتهم يطيبوا. هنا من بعد ما البصله ها هي كتعسل، ضروري نخليها تعسل مزيان، تعسل مزيان ونرجع معاكم. هنا الدجاج من بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل هكا، خليته في الزيت. هنا درت الحامض مع الهريسه حاره، هنا التغميره، البصله اللي عسلت، هنا التغميره ديال الكبده والكانصه وهذا حامض مصير، كتجي على هذا الشكل هكا. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش ديروا لي لايك، ديروا اشتراك، شاركوا الفيديو مع الحباب ديالكم الاصدقاء ديالكم هكا باش نعطيكم المزيد ان شاء الله. يلا السلام عليكم.